تحتضن مدينة مكناس ما بين 20 و 28 أبريل المقبل فعاليات الدورة 18 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وذلك تحت شعار استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية في نسخة موسعة تمتد على مدى 9 أيام. وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان رسمي أن هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ستستضيف البرتغال كضيف شرف. كما أشارت إلى أن قرار تمديد مدة المعرض إلى 9 أيام جاء نتيجة الإقبال الكبير الذي حققته الدورات السابقة لدى المهنيين والزوار، وسيكون المعرض مفتوحاً أمام المهنيين طيلة الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أبريل 2026، فيما سيتم استقبال العموم ابتداء من 22 أبريل إلى غاية 28 من الشهر نفسه. وفي استمرارية للمواضيع التي تمت معالجتها في الدورات السابقة والتي ركزت على رهانات الاستدامة وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود، ستسلط دورة هذه السنة الضوء على حصيلة تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة فيما يتعلق بصحة الحيوانات ورفاهها، إضافة إلى تحسين الأدائين الاقتصادي والتقني في مجال تربية الماشية. ومنذ إطلاقه استطاع هذا المعرض أن يثبت مكانته كأحد أبرز المواعيد الفلاحية على المستويين الوطني والدولي، باعتباره منصة تجمع صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين إلى جانب الشركاء الدوليين. ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة حوالي 1500 عارض يمثلون نحو 70 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة ولقاء علمياً. كما يرتقب أن تشهد هذه الدورة برمجة غنية ومتنوعة تشمل عروضاً ميدانية وتقنيات حديثة في مجال تربية الماشية، إضافة إلى فضاءات مخصصة للابتكار والبحث العلمي، حيث سيتم تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الحيواني وتحسين مردوديته. وسيتم كذلك تخصيص أقطاب موضوعاتية تهم مختلف سلاسل الإنتاج، بما في ذلك تربية الأبقار والأغنام والدواجن، مع إبراز الممارسات الجيدة في التغذية والتتبع الصحي، فضلاً عن عرض تجارب ناجحة لمهنيين ومقاولات ناشئة في القطاع. ومن جهة أخرى سيشكل المعرض فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين الفاعلين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية، وهو ما يفرض البحث عن نماذج إنتاج أكثر استدامة وفعالية. كما ينتظر أن يساهم هذا الحدث في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالجهة من خلال استقطاب آلاف الزوار من داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى خلق فرص للتسويق والترويج للمنتجات المحلية والمجالية. وتؤكد هذه الدينامية المتواصلة أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب لم يعد مجرد تظاهرة سنوية، بل أصبح منصة استراتيجية لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. وفي سياق موازن يرتقب أن يشكل هذا الموعد مناسبة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة تروم دعم الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، عبر تسهيل الولوج إلى التمويل والتأمين الفلاحي وتشجيع اعتماد التقنيات الحديثة في الإنتاج والتدبير. كما سيتم التركيز على تثمين المنتجات الفلاحية المحلية وتعزيز سلاسل القيمة من خلال دعم التحويل الزراعي والتسويق، بما يسهم في تحسين دخل الفلاحين وخلق فرص شغل إضافية في العالم القروي. ومن المنتظر أيضا أن تحظى قضايا التكوين والتأطير باهتمام خاص عبر تنظيم ورشات ولقاءات علمية يؤطرها خبراء وباحثون بهدف نقل المعرفة وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، خصوصا في مجالات الابتكار والاستدامة. وفي ظل التحولات العالمية التي يشهدها القطاع الفلاحي، يبرز هذا الحدث كفضاء لتبادل الرؤى واستشراف المستقبل، بما يعزز موقع المغرب كشريك فاعل في المنظومة الفلاحية الدولية وقادر على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.